اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة هتكلم. تواجد النجمان عمرو دياب وتامر حسني في حفل زفاف الفنان احمد عصام، ونشر لهما لاعب الدي جي ياسر الحريري فيديو سويا، وتامر حسني يغني لأول مرة أغنية للهضبة عمرو دياب، وهي أغنية يا أنا يا لا. وبعد انتهاء الأغنية التفت عمرو دياب لتحية العريس، وبعديها تامر حسني والنجم مصطفى قمر منذ بداية الألفية الثالثة ومع سطوع نجم تامر حسني. وكانت الأخبار والشائعات دوما تجمعه بالنجم الكبير عمرو دياب، رغم أنه لم ينشر لهما صورا سويا أو تصريحات عدائية لأي منهما ضد الآخر. وأخيرا في 2023 اجتمع النجمين في صور وفيديوهات سوية